السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي محمود وأنا اسمي منى. أهلا بكم في قناة فهمناكم. النهاردة مش هنحفظ، النهاردة هنفهم المحاضرة دي مع بعض. وقبل ما نفهم انزلوا بسرعة تابعونا على الفيس والإنستجرام والتيك توك، وخشوا جروبات الواتساب والتليجرام اللي في الوصف. جهز كوباية الشاي بتاعتك، كبر الشاشة وركز معايا عشان تفهم الخلاصة. قبل ما ندخل في موضوعنا الجديد لازم نجاوب على سؤال التحدي اللي فات بخصوص الاتصال غير الرسمي. وزي ما بطل من أبطال قناة فهمناكو جاوب وقال إن الاتصال غير الرسمي ده هو اللي بيحصل فيه أهم محادثات بين الأفراد، سواء كلام حقيقي أو إشاعات، والناس بتتبع الإشاعة وبتسيب القرار الرسمي، وده بيدل إن الاتصال غير الرسمي مهم جدا ومؤثر. وخلونا نراجع بسرعة اللي فاتنا في الملفات الثلاثة اللي فاتت. اتكلمنا عن تعريف الاتصال وعناصره من مرسل ومستقبل ورسالة، وعرفنا الفرق بين الاتصال اللفظي والغير لفظي ولغات الجسد، وكمان اتعلمنا مهارات العرض والتقديم وازاي تجذب جمهورك وتكسر حاجز الخوف. يعني يا شباب الخلاصة في اللي فات إن الاتصال مش مجرد كلام، ده فن ومحتاج ممارسة عشان توصل رسالتك صح وتأثر في الناس. طيب النهاردة بقى هنتكلم عن إيه؟ النهاردة موضوعنا عن إدارة المقابلات والاجتماعات. هنمسك الموضوع حتة حتة. الأول هنعرف يعني إيه مقابلة وأنواعها، وبعدين إيه المهارات اللي محتاجينها عشان نديرها صح. بعد كده هننجل على الاجتماعات، تعريفها، أهميتها، مراحل إدارتها، وفي الآخر خالص هنشوف ليه اجتماعات بتفشل واجتماعات تانية بتنجح. يلا بينا نبدأ. تمام، نبدأ بأول جزء معانا، المقابلة، تعريفها وأنواعها. طيب يعني إيه مقابلة؟ علمياً كده المقابلة هي محادثة ليها هدف، يعني مش مجرد دردشة وخلاص. هي عبارة عن مناقشة بين فردين أو أكتر بيتبادلوا فيها بيانات ومعلومات وآراء، كل ده ليه؟ عشان يحققوا هدف محدد. بصوا يا جماعة، عشان نبسطها خالص، تخيل كده لما تقعد مع صاحبك عشان تخلصوا مصلحة. القعدة دي مش عشان تحكوا خلاص، لأ، الهدف الأساسي هو إنكم تنجزوا المهمة اللي انتم متجمعين عشانها. هو ده بالظبط. تمام. طب إيه هي بقى أغراض المقابلة دي؟ يعني بنعملها ليه أصلاً؟ ليها كذا هدف مهم. أول حاجة إننا بنجمع بيانات عشان نحكم على صلاحية الشخص اللي متقدم لوظيفة. تاني حاجة إننا كمان بنديله معلومات عن الشركة بتاعتنا. تالت حاجة مهم نكسب ثقة المتقدم ده ونحسن صورة الشركة. وآخر حاجة إننا نتأكد إن البيانات اللي جمعناها عنه من مصادر تانية زي الCV مثلاً سليمة ودقيقة. بالظبط كده. بالبلدي خالص الموضوع عامل زي الخطبة لما تروح بيت العروسة. هي رايحة تعمل إيه؟ بتجمع معلومات عن العروسة وأهلها، وفي نفس الوقت بتقدم معلومات عن العريس ومميزاته، يعني بتاخد وتدي عشان في الآخر الكل يبقى مطمن ومرتاح. المقابلات دي ليها أنواع، وأشهر نوعين هما المقابلة الموجهة والمقابلة غير الموجهة. المقابلة الموجهة دي أسئلتها محددة ومقفولة، زي هل أو نعم لأ. دي ميزتها إنها بتوفر وقت وجهد، بس عيبها إنها مش بتكشف شخصية اللي قدامك بالكامل. أما بقى المقابلة غير الموجهة، دي أسئلتها مفتوحة، بتدي فرصة للي قدامك يتكلم ويعبر عن نفسه بحرية. بس دي محتاجة من اللي بيعمل المقابلة خبرة عالية عشان يعرف يديرها صح وما تتوهش منه. في بقى نوع تالت كده مثير شوية، اسمه المقابلة الضاغطة. دي اللي بيسموها المقابلة الانفعالية. هنا بقى اللي بيعمل المقابلة ممكن يسأل أسئلة مفاجئة أو حتى استفزازية. الهدف إيه؟ إنه يشوف رد فعلك وإزاي هتتصرف تحت ضغط. زي السؤال اللي على الشاشة ده، تخيل إنك واجهت أزمة مفاجئة في الشغل، هتتصرف إزاي؟ والمثال البلدي بتاعها بقى حكاية. عارف لما تكون سايق في أمان الله وفجأة تلاقي سواق ميكروباص كسر عليك وزنقك؟ هو ده. هنا بيبان هدوءك وقدرتك على التصرف. المقابلة الضغطة دي بتعمل فيك نفس الحركة، بتزنقك في سؤال عشان تشوف هتعرف تتصرف وتعدي المركب ولا هتتوتر وتغرق. طيب إزاي بقى نكون إحنا اللي بنعمل المقابلة دي صح؟ يلا بينا ندخل على الجزء التاني، مهارات وإدارة المقابلات. بص، عشان تبقى مقابلة ناجحة، يعني الشخص اللي بيعمل الانترفيو لازم يكون عندك شوية مهارات أساسية. لازم يكون عندك قدرة على الإقناع، لازم تعرف تحافظ على هدوءك وتظبط نفسك مهما حصل، لازم تبقى فنان في إنهاء المقابلة في الوقت المناسب، وطبعاً تتحكم في الوقت وتكون موضوعي في حكمك، وأهم حاجة تظهر اهتمام حقيقي بالشخص اللي قدامك. طيب إدارة المقابلة نفسها كعملية بتتقسم ل4 مراحل ورا بعض. أولاً مرحلة الإعداد، ودي اللي بنخطط فيها للمقابلة وننسق المواعيد. تانياً مرحلة الإجراء، ودي بقى المقابلة نفسها لما بنقعد ونسأل الأسئلة. تالتاً مرحلة الإنهاء، ودي اللحظة اللي بنختم فيها المقابلة وبنشرح الخطوات الجاية. ورابعاً وأخيراً مرحلة المتابعة، اللي بنقيم فيها كل المرشحين وناخد القرار النهائي. الموضوع ده عامل بالظبط زي ما تكون بتخطط لرحلة.
أول حاجة بتعمل إيه؟ بتجهز الشنط وتحجز التذاكر، دي مرحلة الإعداد. بعدين بتسافر وتستمتع بالرحلة نفسها، دي الإجراء. ولما ترجع بالسلامة دي الإنهاء. وبعدين بقى لما تقعد تتفرج على الصور وتفتكر اللي حصل، دي هي المتابعة، نفس الخطوات. كده احنا خلصنا كلام عن المقابلات. يلا بينا بقى ننقل على الموضوع التاني الكبير معانا النهاردة، وهو الاجتماعات. هنبدأ بتعريف الاجتماع وأهميته. ببساطة شديدة، الاجتماع هو لما شخصين أو أكتر يتجمعوا في مكان معين. ليه؟ عشان يتكلموا ويتناقشوا في موضوع محدد ويتبادلوا الآراء فيه. بالظبط. عارفين زي إيه؟ زي قعدة العيلة لما يتلموا كلهم عشان يقرروا يا جماعة هنصيف فين السنة دي. كل واحد يقول رأي، وده يقترح مكان وده يعترض، وفي الآخر بيوصلوا لقرار. هو ده الاجتماع. طب هل الاجتماعات دي مهمة؟ طبعاً. الاجتماعات الفعالة دي هي قلب أي شغل. من خلالها بنوصل لقرارات جماعية إيجابية، بنكتشف مواهب وطاقات جديدة عند الناس اللي معانا. هي فرصة كويسة لتدريب الناس وتطويرهم، ومن خلالها بنضمن إن الشغل ماشي كويس وإن في تنسيق بين كل الإدارات المختلفة. جميل. طب إزاي ندير الاجتماع ده صح؟ الموضوع ليه مراحل. إدارة الاجتماع الناجح بتمر ب3 مراحل أساسية. أولاً، مرحلة ما قبل الانعقاد، ودي أهم مرحلة اللي بنحدد فيها الهدف من الاجتماع ونجهز جدول الأعمال ونبعت الدعوات للناس. ثانياً، مرحلة أثناء الانعقاد. هنا بقى لازم نلتزم بالوقت وندير النقاش بذكاء ونشجع كل الموجودين إنهم يشاركوا. وأخيراً، مرحلة ما بعد الانعقاد. بعد ما الاجتماع يخلص لازم نوثق اللي حصل ونوزع ملخص بالقرارات، والأهم نتابع تنفيذ القرارات دي. طيب نيجي لآخر نقطة معانا، إيه هي أسباب فشل أو نجاح الاجتماعات؟ بصوا، الاجتماع الفاشل ليه علامات واضحة، أهمها عدم الإعداد المسبق. لما ندخل اجتماع من غير جدول أعمال واضح والناس اللي حاضرة مش عارفة هي جاية ليه أصلاً. والأسوأ إننا ناخد قرارات ومنتبعهاش. في المقابل بقى، الاجتماع الناجح بيبدأ من أول دقيقة بهدف واضح، بيكون فيه جو مناسب للنقاش الحر، والمدير عنده مهارة في إدارة الوقت، والأهم إنه بيسمع لكل الناس بتركيز. عش أبطال، كده فهمنا أهم أجزاء المحاضرة ومفيش سؤال هيقف قدامنا. دلوقتي وقت سؤال التحدي. سؤال التحدي النهاردة بيقول: لو أنت مدير وبتقابل واحد للوظيفة ولقيته خايف، إيه أحسن حاجة تعملها عشان تطلع منه أحسن ما عنده؟ هستنى إجاباتكم في كومنت هنا أو في رسالة على انستجرام والتيك توك، وأول إجابة صح هقول اسمها الفيديو الجاي. ما تنسوش اللايك والشير والجروبات اللي في الوصف. سلام يا أبطال قناة فهمناكم.